بوجه كلمه للسعوديه وبقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده نظام قطع طريق. ان انت لما يكون متخاصم مع حد المفروض انك انت تقدم فيه شكوى، تقدمه المحكمه. انتوا عاملين نفسكم دوله او ملكيه، وهي لا هي دوله ولا هي ملكيه. انت بالشكل ده بترسي مش لسياده القانون ولكن بترسي لدوله الخجر. للاسف الشديد انتوا بترجعوا لايامكم، ايام زمان، ايام الخيمه والعنزه. استناكوا اقطع عليكم الطريق علشان انا متضايق منك فاقوم اجيبك لما تيجي عندي او لما تعدي من على طريقي. دي لا هي سياسه ملوك ولا هي سياسه رؤساء، ولا دي سياسه خجر، سياسه اقول عليهم ايه؟ سياسه شحاتين، سياسه خيمه وعنزه وعصايه. للاسف الشديد احنا كنا اسيادكم، النهارده بتستعبدونا. ارجعوا بتاريخكم لورا اذا كان ليكوا تاريخ. انتوا امه بلا تاريخ، امه الناقه والجمل، امه الخيمه. يا حفاه يا عراه يا عاله يا رعاة الشاه، عشتوا عالة علينا طول حياتكم. النهارده عايزين تذلوا اسيادكم، مش هنتذل. كرامة المصري فوق كل كبير وهنجيب حقنا. كفايه قوي عليكم كده، كفايه كده، لان غصبة المارد المصري غصبة مش عادية وهينتقم ويسقط لكرامته. في ناس من الافاقين اللي لا تعنيهم مصالح المصريين في السعودية ولا مصالح شركات السياحة في مصر ولا مصالح العاملين ولا مصالح الاستثمار ولا مصالح النسب حتى. كل ما يعنيه ان هو بينفذ اللي في دماغه بشوية تصرفات غوغائية لا تسمن ولا تغني من جوع. لما بعد ثورة 25 يناير نحب نعترض دون ما تثبت، يعني احنا عايزين نعترض دون ما اي تثبت ولا نشوف مجريات القانون فين. وقلت لكم قبل كده انه في كاتب سياسي النهارده كتب كلمة عجبتني جدا، قال المصريون المسجونون في سجون دول العالم من زمان وحتى بعد الثورة مستمرين. اشمعنى النهارده السعودية ودلوقتي بالذات ليه؟ وايه رد الفعل اللي فيه جور فوق الوصف، واذا خصم فجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان انا ارفع جزمة وارسم نجمة داود دون ما اي اعتبارات لاي شيء. قلنا قد تختلف الانظمة، قد لا تحسن بعض الانظمة التصرف، انما مش معناه ان انا اولع حرب بين الشعوب واقطع اواصر الامة العربية. وبدل ما ثورات الربيع العربي تجمع شمل الشعوب العربية مرة واحدة على انها عايزة تتقدم بالأمة الإسلامية والعربية تجاه اللوبي الصهيوني وتجاه اللوبي الأمريكي وتجاه اللوبي في الاتحاد الأوروبي ويبقى لنا قوة، لا، نقطع الأواصر، نبتدي نعمل مشكلات وأزمات ما أنزل الله بها من سلطان. حتى وإحنا بنعترض، اعترضنا قبل كده على تصرفات بعض الدول، اعترضنا على التصرفات أحيانا الحكومة القطرية أنها آوت رشيد محمد رشيد عندها، وعلى بعض التصرفات أمير قطر. لكن هل معنى ذلك ان احنا نروح نقف عند سفارة قطر ونرفع الجزم ونعمل اللي عملناه؟ التصرف اللي حصل النهارده اني لارجو من العقلاء في مصر، اناديهم بسم الله واناشدهم بسم الله، خلينا متعقلين. قرار قطع العلاقات مع المملكة اذا حصل هتحصل خسائر كتير جدا في كلا الطرفين بسبب تصرفات هوجاء. لسه ما نعرفش ايه اللي حصل في التحقيق، لسه ما نعرفش. وقلت لكم قبل كده سبحان الله، يعني أي حد ينتمي للتيار الإسلامي ليس له بواكي، ليس له بواكي. يعني أبو يحيى ده لما كان في السجن فترة قد إيه؟ الشيخ وجدي غنيم بره قد إيه؟ الشيخ عمر عبد الرحمن بره قد إيه؟ التيارات السياسية والقوى السياسية وائتلافات الثورة والدكتور أيمن نور والنقيب المحامين سامع عاشور، ما حدش يتحرك لنصرة الناس دي خالص. وإن قال كلمة كده لذر الرماد في العيون. إنما مش قادر أفهم قضية أحمد الجزاوي، معقولة هي دي أبعادها تكون كده؟ إن إحنا رد الفعل نحاول ان احنا نقتحم السفارة ونشتم ونلعن ونشتم في السعوديين ونكسر الدنيا ونقطع هذه الاواصر بهذه الصورة، ولما تيجي تتكلم مع حد يقول لك يا وهابيين لو بتاخدوا فلوس. يعني قلة الادب دي بقت سمة، قلة الادب في الاختلاف بقت سمة. ان اول ما اختلف معاك على تصرف ارعن بتعمله، ما انتش عامل حسابات 2 مليون مصري قاعد في السعودية، في منهم ناس ممكن يكون كفيل ظالم مصري وانا عارف ده كويس يعني. انما ايه معناه ان انا اروح احطم السفارة او اعتدي عليها او اشتم السفير